في بداية سنة 2026 كانت الأمور تبدو عادية في أحد أحياء الجزائر العاصمة. الناس يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، لكن في الخفاء كانت شبكة إجرامية دولية تستعد لتنفيذ عملية ضخمة لم يسبق لها مثيل. عملية كان هدفها إدخال ملايين الأقراص المهلوسة إلى السوق الجزائرية. لم يكن الأمر يتعلق بمئات أو آلاف الأقراص، بل بملايين الحبات القادرة على التأثير على أحياء ومدن كاملة. وصلت أولى المعلومات إلى مصالح الأمن، وفي البداية بدت مجرد شكوك، لكن مع مرور الأيام بدأت الخيوط تتجمع. مكالمات مشبوهة، تحركات غريبة، وأشخاص يلتقون في أماكن مختلفة دون أن يثيروا الانتباه. بدأت المراقبة السرية، وكان المحققون يعلمون أن أي خطأ صغير قد يسمح لأفراد الشبكة بالاختفاء. وبعد أسابيع من التحريات اكتشفوا أن الأمر أكبر بكثير مما كانوا يتوقعون. فالشبكة لم تكن محلية فقط، بل مرتبطة بأطراف خارج الحدود، وتعمل بطريقة منظمة ومحترفة. جاء يوم التنفيذ. تحركت الفرق الأمنية في عدة أماكن في وقت واحد، وفي لحظات حاسمة تمت مداهمة المواقع المستهدفة. كانت المفاجأة ضخمة. عثر المحققون على كميات هائلة من المؤثرات العقلية، أكياس وصناديق مليئة بالأقراص المهلوسة. وعندما انتهى الجرد ظهر الرقم الصادم: حوالي 4,300,000 قرص مهلوس. رقم كان من الصعب تصديقه حتى داخل غرف العمليات نفسها. لم تتوقف العملية عند الحجز فقط، بل تم تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين كانتا تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. وسرعان ما انتشر الخبر عبر وسائل الإعلام، وبدأ الكثير من الجزائريين يتساءلون: كيف تمكنت هذه الكمية الهائلة من الوصول إلى هذا الحد؟ وكم كان عدد الشباب الذين كانوا سيقعون ضحية لها لو نجحت العملية؟ لكن هذه المرة لم تكتمل الخطة. قبل أن تصل هذه السموم إلى الشوارع، كانت قوات الأمن قد سبقتها بخطوات، وانتهت العملية بضربة قوية واحدة من أكبر الضربات الموجهة لشبكات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر خلال سنة 2026. والدرس الذي بقي واضحاً بعد هذه القضية هو أن أخطر الجرائم ليست دائماً تلك التي نراها بأعيننا، بل تلك التي تتحرك في الظل وتستهدف آلاف الضحايا دون أن يشعروا.